السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد هنشارك فيه معاكم ان شاء الله مشترياتنا. المره دي جبت المشتريات لمده اسبوعين، عايزه اجرب التجربه دي اشوفها هل هتكون اوفر احسن، هنحتاج ايه الحاجات اللي هتكون ما نفعتش تقعد لمده اسبوعين. غالبا كده على نص يعني الاسبوع الجاي كده هضطر ان انا اجيب فاكهه تاني، بس اتمنى ان ده يكون كل حاجه وما اضطرش ان انا اشتري حاجه تانية غير الخضار والفاكهه. ده كل حاجه ما عدا الفراخ انا طلبتها من ابلكيشن الفروج الذهبي، وهوريكم انا جبت ايه اول ما يوصل ان شاء الله. وانا حبيت ان انا اطلب من الابلكيشن على طول، علشان ساعات لما بجيبها من السوبر ماركت بتكون زي ما تكون قعدت فتره في الثلاجات فبتبوظ بسرعه، فقررت ان انا اجيبها من المصدر نفسه ويوصلوها لغايه البيت. فهوريكم ان شاء الله انا جبت ايه منهم اول ما يوصل. جبت ايه من لولو؟ جبت اول حاجه الدنش بالكريمه والفاكهه، ده طعمه تحفه يعني زي بالظبط بتاع الكافيهات والمطاعم، وبربع السعر اللي بيتباع بيه بره، فعشان كده انا جبت منه هنا 4. جبت برج عالي كده من الكرواسون بالشوكولاته عشان يكفينا الاسبوعين اللي جايين، و2 من الكرواسون الساده برضو بينفع في الفطار وبينفع في اللانش بوكس بتاع الاطفال كتغيير عن الفينو والتوست. في الفاكهه جبت توت احمر واسود وفراوله وعنب، وجبت في الخضار هنا فلفل. انا كنت عايزه فلفل احمر، كنت اتمنى ان هم يكونوا 2، جت واحده عشان عايزه اعمل تاني المبكبكه الليبيه، عملتها تحفه العيال اللي عجبتهم جدا، فهعملها تاني ان شاء الله. فهي تتعمل بالفلفل الاحمر، لازم يكون طعم الفلفل الاحمر واضح فيها. وجبت هنا 2 من الخاص، انا كنت فاكره ان هي هتكون صغنونه عن كده فجبت 2 علشان السلطه، وعلشان عايزه اعمل سندوتشات برجر مره على الغدا، فبحب ان انا احط فيه نوع الخاص ده. جبت شويه هنا من البطاطس، فلفل اخضر عادي عشان عايزه اعمل خلال الاسبوعين الجايين جلاش بالبيتزا وبيتزا و حاجات هنحتاج فيها كمان الفلفل. جبت مانجا مصري بس طلعت خضرة جدا، فدي هتقعد تقريبا اخر الاسبوعين علشان ناكلها، وكزبره عشان السلطه، كوسه عشان عايزه اعمل كوسه بالصلصه، بس مش هعملها بقى جنبها فراخ او لحمه. بعد ما هعملها احط على وشها لحمه مفرومه معصجه وادخلها الفرن، بيبقى طعمها حلو جدا وتغيير عن الطبخ العادي اللي هو لازم يكون معاه لحمه او فراخ. جبت هنا بصل، بحب البصل الاصفر في الطبخ. جبنا طماطم شويه صغننين، انا عندي واحده تالتة من دول ومش هعمل حاجات كتيره يعني تقريبا 3 طبخات، فان شاء الله هيكفوا معانا. وليمون اخضر علشان في دور فظيع منتشر اليومين دول في كل مكان، يعني مش في السعوديه بس، لا اعتقد في السعوديه ومصر، سخونه بالتهاب في الحلق وكحه ورشح، فعايزين اعمل لهم عسل بليمون. فجبت هنا شويه. جبت هنا الرز ده من المصري بتاع ابو بنت، ده انا بصراحه بالنسبه لي هو احسن رز مصري موجود، انا جربته مظبوط جدا زي رز مصر بالظبط. جبت هنا 3 من التوست عشان يكفوا معانا ان شاء الله. مشروم عشان عايزه اعمل نجرسكو، بحط فيها مع صدور الفراخ مشروم وفلفل. وبيض طبعا لا غنى عنه. جبت كيلو من الرومي المدخن، هستخدم منهم ربع كيلو، والثلاثه التانيين هحطهم في الفريزر واطلعهم اول باول، لان الرومي المدخن ما بيعيش كتير في التلاجة وطعمه بيغير، فاول ما يخلص يقرب يخلص واحد اطلع اللي بعده عشان يفضل قاعد كويس. جبت هنا ليمون مخلل مصري كان نفسي فيه، والاطفال كمان كان نفسهم فيه، بنتي الكبيره يعني هي الوحيده اللي فاكره الليمون المصري. فجبت هنا ربع كيلو. جبت 2 من الفريك، واحده بالفلفل الحار، واحده هنا عاديه علشان الساندوتشات. جبت تونه مش لحاجه معينه، انا بحب تكون عندي على طول واشيلها في اي وقت احتاجناها. دي هي المكرونه اللي بستخدمها في المبكبكه اللي هي الخواتم المخططه. وجبت المكرونه انابيب دي بحب استخدم دي في النجرسكو. وجبت هنا جلاش عشان هنعمل جلاش بالبيتزا، هحط لكم برضو الوصفه بتاعته، انا عملتها قريب هسيبها لكم ان شاء الله هنا من فوق على اللي حابب ان هو يجربها. وصفه تحفه الاطفال بيحبوها ويعني جميله. فبنحتاج فيها طبعا موزاريلا، فجبت هنا موزاريلا، وبنحتاج فيها هوت دوج فجبت هوت دوج، وجبت كمان شويه
لان هعمل مره جلاش بيتزا في اسبوع، والاسبوع اللي بعده في اخره هعمل بيتزا. وبحب يكون عندي الهوت دوج دايما في الفريزر، في اي بقى ايمرجنسي كده، حتى ممكن يطلع يتعمل مع بصل واسمه ايه ده وفلفل مع مكرونه مع سندوتشات بينفع. فجبت واحد هنا زياده، وجبت كيري لان عندي بنتي بتحبها مع شرايح زيتون، فجبت كيري. جبت هنا باميه عشان عايزه اعمل باميه مع لحمه. اللحمه دي انا جايباها عشان الباميه، وعلشان كمان جايبه تاني علشان المبكبكه بتتعمل بلحمه. دي لحمه عجل عشان تبقى طريه على الاطفال الملايكه اللي عندي. جبت هنا كريمه طبخ مع المكرونه دي مع الجمبري. هعمل المكرونه، هي المفروض بتتعمل بالفيتوتشيني، بس انا لما جربتها بالمكرونه دي او مكرونه صغيره بتتاكل بالمعلقه بتكون اسهل. فهحط لكم برضو الوصفه بتاعتها. هي وصفه سهله جدا وحلوه جدا جدا، يعني ممكن تتعمل في ربع ساعه. ايه تطلع بقى ايه حاجه كده مطاعم يعني، بقى جمبري ومكرونه وكريمه، يعني حاجه روعه يعني. رشه بقى كزبره من فوق، اوعى ما اقولكيش يعني بتبقى تحفه. اللي عايزه اقول بس على الجمبري بتاع لولو ده جميل، طازه فريش وحلو جدا. يعني انا يعني استخدمته جربته مره طلع تحفه، ما فيهوش ريحه زفاره وجميل، فعشان كده انا جبته المره دي. قررت ان احنا نجيب حليب طازج بدل حليب اللي هو بيكون طويل الاجل واشيله في التلاجة. حاسه ان ده هيكون فيه مواد حافظه اقل وهيكون صحي اكتر، الله اعلم، ادينا هنجرب. جبت هنا امريكانا اللي هي الستريبس. انا بجيبها بس لما يكون عليها عرض لان هي كانت نازله تقريبا من 42 ريال لحاجه و20 ريال، فعلشان كده انا جبتها. جبت كمان الميتبولز دي او كرات اللحم دي من امريكانا، تحفه حلوه جدا جدا جدا. هعمل طاجن بطاطس في الفرن وهحط عليه الكرات اللحم دي، بعملها في الاير فراير تلت ساعه، وبعد كده احطها على وش الطاجن وتدخل تكمل سوا في الفرن، تغيير عن القطع اللحمه او الفراخ مع البطاطس. والاطفال طبعا بتحب جدا الكفته. جبت للاطفال دي برضو اللي هي دوناتس الدجاج، انا جبتها لهم قبل كده وعجبتهم قوي فجبتها لهم تاني. جبنا هنا 2 من جبنه بريزيدو علشان البرجر، وبحب اخليها عندي في التلاجة، بتنفع في اللازانيا في النجرسكو، ممكن حتت منها على البيتزا تدي طعم شيدر حلو، فهخليها عندي في التلاجة. ده البرجر اللي انا بحب اجيبه، اللي هو المشوي المدخن الجامبو اللي هو الكبير، فحتى بعد ما بيستوي بيكون على قد بالظبط الكايزر ده بتاع لوزين، يعني بحسهم يعني جايين مع بعض اخوات توأم. فجبت هنا 2 من الكايزر بتاع لوزين. جبت للاطفال ده، انا بحب رون يعني، كان من زمان انا بحب اللي هو الخوخ او المانجو، وحبيت اجربه مع الاطفال كتغيير عن العصير العادي او الحليب دايما، فجبت لهم هنا شويه من روني. جبت كمان هنا سلمون، هعمله زي سلمون في وصفه كده بالعسل والثوم والحاجات دي، بيطلع تحفه، بياخد 10 دقايق ربع ساعه تقريبا في الفرن، بين الفرن والجريل، بيطلع تحفه مع شويه بطاطس بيوريه بالاعشاب، حاجه جميله. ان شاء الله اعمل لكم الوصفه دي لان هي سهله جدا، وبتطلع برضو حاجه كده مطاعم خالص، يعني بتطلع يعني حاجه جميله يعني. جبت هنا كمان شويه من التورتيلا للاطفال. انا عجبني الحجم ده، حجم صغنوني كده، يعني عجبهم قوي، فجبت هنا 2 منه عشان يكفونا الفتره اللي جايه. مفارش للسفره عشان اوفر واسهل، وشويه كوبايات. انا بحب يكون دايما عندي كوبايات في البيت في حاله اي ضيوف بقى، طلعنا بره في حديقه مش عارفه ايه، يبقى معانا كوبايات. وفينش جبت شويه صغننين انا عندي اصلا، فحبيت بس ان انا خلال الاسبوعين الجايين ما يخلص مني فجاه، لان انا حياتي كلها معتمده على الديش ووشر دي، فلازم يكون موجود. فدول فيها 10 بس احتياطي. برضو مع الكوبايات البلاستيك بحب يكون عندي اطباق بلاستيك، اسمه ايه ده، اكياس زباله من سانيتا وداوني. انا بحب داوني دلوقتي عن كومفورت، مش عارفه ليه، هو ده كان عليه عرض فانا جبت ريحه البخور، ودول جايين هديه يعني مع الاوردر
مسحوق توم 2 فانا عندي 3 فكده بقوا 5 فانا هبتدي اصدر بقى، هبتدي ابيع. ونباتي ده انا ما كنتش اعرف ان هو هيجي، لو كنت اعرف ان هو هيجي ما كنتش جبت الناجتس بتاعت امريكانا. جبتها مع الاطفال عجبتهم جدا، ما خدوش بالهم اصلا ان هي ما فيهاش فراخ، هي دي معموره من الفاصوليا، يعني هي كلها من الفاصوليا. وهما جابوا لي 2 المره دي، المره اللي فاتت كان 1، المره دي جبنا 2 فكويس والله. يعني حلوه، نباتيه ما فيهاش اي لحوم، معموله من الفاصوليا والقمح. ف يعني كويس الاطفال يعني هيتبسطوا بيها يعني. ده كل حاجه لغايه دلوقتي. هحط لكم دلوقتي كمان فيديو بتاع الفروج الذهبي. وصلت طربيه الفروج الذهبي وهوريكم انا جبت ايه. جبت هنا النص كيلو من الصدور دي عشان عايزه اعمل بيها نجرسكو، وجبت 2 كيلو من الوراك الفراخ المخليه. بحب اعمل بيها كل حاجه انا جايباها عشان هعمل بيها شاورما، بس انا بعمل بيها الشاورما، بعمل الشيش طاووق، اي حاجه بتحتاج الصدور ما عدا البانيه والنجرسكو والحاجات دي بعملها دايما بالوراك، لان هي اطرى وفيها دهون اكتر وبتطلع كده حلوه وجيوسي وجميله يعني. جبت منها 2 كيلو، انا كيلو هستخدمه الفتره دي وكيلو هشيله في الفريزر، لان هي يعني ما بلاقيهاش دايما، فعشان كده بحب لما اطلب بجيب منها 2 كيلو واشيل كيلو في الفريزر. حاجتين اول مره هجربهم، ده البرياني من الفروج الذهبي، بتيجي الفراخ بس، هنا بتيجي الفراخ ومعاها الخلطه بتاعه الرز، واحنا بقى بنستخدم اللي هو الرز من عندنا احنا، يعني هي دي نص دجاجه متبله، فانا جايبه هنا 2 علشان يكفونا. وبيجي معاها هنا كده زي ما مكتوب، بيجي معاها بهارات الرز وبيجي معاها الدقوس بس. فده اللي هو البرياني. انا بس دلوقتي خدت بالي ان هي هتكون حرقه شويه على ايدي، بس ان شاء الله يعني تعجبهم. وجبت هنا اللي هو اسمه ايه بقى، انا خايفه اقوله غلط، مصبي او مصبي ما اعرفش بقى، صححوا لي لو انا بقوله غلط. ده شكل الفراخ بتاعته، برده جاي معاه بهارات الفراخ وجاي معاه السلطه، برضو انا جايبه منه 2 وده كان جديد فانا حبيت ان انا اجربه. ده شكلها من جوه، ده البرياني، فدي اللي هي نص الفرخه المتبله، ودي هنا اللي هي بهارات الرز والسلطه الحاره اللي هي الدقوس. فانا ان شاء الله هديكوا ريفيو عنها يعني باذن الله. فدي الحاجات اللي جت من الفروج الذهبي. هسيبكم دلوقتي مع منيو الاسبوعين ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.